سيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل كان بيفتتح قطار التالجو، وكان واخد معاه إعلامي علشان يغطي الحدث الإعلامي الكبير. تفتكروا ياخد مين؟ أحمد موسى. خد أحمد موسى معاه، وكان بيتكلم مع مواطنين كانوا معاهم في القطر وفي المحطة. ايه رأيكم في القطر؟ طب ايه رأيكم في الخدمة؟ طب ايه رأيكم في السعر؟ قدام مين؟ سيادة الفريق كامل الوزير. طب يقوموا يقولوا ايه المواطنين؟ يقوموا يقولوا ان التيكت اللي ب 200 جنيه، التذكرة اللي ب 200 جنيه دي قليلة، ولازم السعر يرفع من 400 ل 600 جنيه، وان الخدمة اللي احنا بناخدها دي كبيرة جدا، ولازم ان هو الفلوس تزيد. قدام مين؟ قدام الفريق كامل الوزير. فتفتكروا الفريق كامل الوزير يقول ايه؟ طبعا لازم السعر يزيد، ومش نستنى كمان شوية، لان احمد موسى رد على المواطن وقال له ايه؟ ما احنا ممكن نزود بس شوية كمان. فيروح يقول له لا دلوقتي. وطبعا قدام مين؟ الفريق كامل الوزير. فالفريق كامل الوزير يرد يقول في الفيديو ايه؟ لا دلوقتي، لا لازم دلوقتي، واحنا لسه بنجربه. ويروح يقول احمد موسى انه القطر ده كومبلي، يعني مليان على اخره الدرجة الاولى، لكن الدرجة التانية ما فيهاش اقبال كبير. ماشي اوكي، ممكن القطر ده يكون الاقبال عليه الدرجة اولى لان هو اصلا غالي كتير، لكن الدرجة التانية قليل. لكن بقى حضرتك رحت شفت القطر القشاش؟ تسمع عنه؟ طب تسمع عن قطر الصحافة؟ طب تسمع عن القطر المميز؟ طب سمعت عن اللي مات علشان خاطر التذكرة؟ طب سمعت عن الخناقات اللي بتكون كل يوم في القطر بسبب ناس عايزين يروحوا بيوتهم ومعهمش فلوس؟ استاذ احمد موسى، ممكن حاجة صغيرة؟ طب ممكن حضرتك تجيب ناس تطبل؟ انا ما عنديش مشكلة والله، هي ثقافة التطبيل دي موجودة في كل حتة، سواء في الاعلام للحكومة او في المكتب عندنا في الشركة. مش يعني احنا عادي مع الثقافة دي، هي كده كده هتفضل موجودة. بس ممكن حضرتك كاعلامي نزيه تجيب الرأي والرأي الآخر. هو مش الإعلام كان كده زمان ولا إيه؟ الرأي والرأي الآخر. والله كنا بنسمع كده زمان. يعني نجيب واحد يطبل قدام واحد ما بيطبلش. الله يرحمك يا أستاذ وائل يا إبراشي، كان بيجيب الاتنين قصاد بعض ويولعها كده حريقة. لكن هنقول إيه؟ واحد يقول لنا الأسعار كويسة جدا قدام الوزير، والتاني يقول لنا كله رجلين فراخ. ما ترحموا الشعب بقى يا جماعة، وبلاش الحاجات الاستفزازية دي. المهم انا كنت بقول لكم ان كانوا بيعملوا افتتاح لقطار التلج الجديد.